لحظة وكل ثانية وانتم بسعادة وبخير. فيديو السنة الجديدة. في الفيديو ده انا هعرفك ازاي بجد لو طبقته تعيش كل حياتك في روقان وفي مشاعر جميلة كده، وعمرك ما تمر بأحزان ابدا ابدا ابدا. المهم ما تنساش اللايك والسبسكرايب والتعليق، فرحوني بقى زي ما بفرحكم ها. بص، يمكن انا بفضل ربنا من اجمل الحاجات اللي ربنا علمها لي ان انا درست علم النفس، فانا اصلا خريج اداب علم نفس. فكون ان انا مدرس، مش بس مدرس، لا انا سايكاتريست اخصائي نفسي. فانا هقول لك نصيحة نفسية تمنها $1,000,000 لو انت تعيش كل حياتك بسعادة وروقان. بس انت شوف الفيديو للاخر. ايه بقى النصيحة دي؟ بص بقى يا سيدي، دايما افكارنا هي اللي بتحدد مشاعرنا. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن انسان يفكر بطريقة ايجابية. في عندنا معلومة كده هقولك بالشكل مختص بشكل بسيط كده، ان انت كل ما انت بتفكر بطريقة ايجابية مشاعرك بتبقى ايجابية، تصرفاتك بتبقى جميلة وايجابية، والعكس الصحيح. يعني في قاعدة كده في علم النفس بتقولك لو انت فكرت الافكار بتؤدي للمشاعر بتؤدي للسلوك. لو انت فكرت بافكار سلبية هتبقى مشاعرك فيها ضيق وخنقة، وهتبقى سلوكياتك او تصرفاتك سلبية. يعني ايه؟ تعال نتكلم بقى ايه بالبلدي كده. يعني مثلا صاحي دلوقتي من النوم رايح الشغل، تقول ايه؟ بقى إيه اليوم ده؟ لسه رايح الشغل وتعب وفلوس واقساط. دي طريقة تفكير سلبي. عايزك تراقب مشاعرك بعدها. هتحس ان انت مخنوق متضايق، تصرفاتك هتبقى عدائية مع الآخرين، سلوكك هيبقى عدائي. العكس صحيح. لو انت فكرت بطريقة ايجابية جميلة كده، هتلاقي مثلا صحيت من النوم قلت النهارده ان شاء الله هيبقى يوم جميل، النهارده انا هحب الناس اكتر، النهارده انا هفرح الناس اكتر يا رب عشان عارف ان انت كمان هتفرحني، انا هعمل الناس بمشاعر جميلة. دي افكار جميلة اهي، هتجيب لك ايه؟ هتجيب لك مشاعر جميلة، وهتحس ان انت سعيد ورايق. الناس اللي عندها مشاكل عاطفية يقعدوا يتكلموا مثلا: يا عبد العزيز ده أنا بحب فلانة الفلانية بس معاملتها مش كويسة فبحزن. أنت كده بتعلق. دي تاني نقطة عايز أقولها لك، إن أنت ما تعلقش سعادتك على الآخرين، مش أسير للآخرين. يعني إيه؟ معظم الناس في العلاقات يقولك إيه؟ أنا زعلان عشان فلان قال لي كلمة، أنا زعلان عشان فلان ضايقني، أنا زعلان عشان حبيبتي مثلا أو خطيبتي نكدت عليا كده. انت كده اسير للاخرين. ليه؟ لان السعادة هي قرار بينبع من الداخل. انت مش بتستمد سعادتك من الاخرين، انت بتستمد سعادتك من الاله. خليني اقول لك معلومة مهمة جدا جدا جدا. الناس اللي حواليك والظروف وكل حاجة حواليك هي انعكاس للي جواك. انت لو انت من جواك انسان جميل وسعيد هتشوف حاجة سعيدة وجميلة. ويمكن دي اكتر الحاجات اللي حتى الناس اللي حواليا بيستغربوا، يقولوا هو انت دايما مبسوط كده؟ هو في ايه؟ لا يا جماعة، انت كل ما انت تكون بجد حابب نفسك، متصالح مع نفسك، بتعامل نفسك بطريقة لطيفة، كل ما انت هتشوف الجمال حواليك. يمكن انا كفنان برضو، لاني انا بحب ارسم قوي، حتة الجمال عندي مهمة. بجد لما بشوف منظر طبيعي بحس بالسحر، بحس بالجمال. لما بشوف شجرة، لما بشوف اي مكان جميل. ففكر في ايجابية. رقم 2، ان انت ما تكونش اسير للاخرين، وان السعادة دايما قرار بينبع من الداخل. مع السنة الجديدة من قلبي بتمنى لك كل السعادة، وان انت تعيش السنة دي بأسعد وأفضل طريقة ممكنة، وتحقق كل طموحاتك وأحلامك. بحبكم قوي. ما تنسوش والشير والتعليقات. وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله في حلقات جاية قوية جدا جدا جدا. بصوا بقى، اللي مش هيشترك في قناتي بجد هتفوتوا حاجات رهيبة. فبتمنى لك من قلبي كل حاجة جميلة وحياة جميلة. ما تنساش تتبسط دايما في حياتك، وتعيش كل حاجة بجمال وروقان. واستنوا مني بقى فلوجات جاية قوية، ووصفات ورسومات هعملها وشعر وكل حاجة إن شاء الله بإذن الله. بحبكم جدا. متنساش اللايك والسبسكرايب والتعليق.
وكل سنة وانت بسعادة بخير.